انت داخل كلية علوم، استنى ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك دي كلية صعبة ومملة وملهاش شغل وكل الكلام اللي احنا بنسمعه ده. انا خريج كلية علوم، وده الفيديو اللي انا كنت محتاج اسمعه قبل ما ادخل الكلية. اسمعني بس 5 دقايق وهتفهم كل حاجة عنها. هنبدأ مع بعض رحلة من اول دخولك الكلية. اول حاجة، لو انت داخل الكلية اصلا من ثانوي، ايه اللي بيتم؟ في حاجتين اتنين، لو انت علم علوم ولو انت علم رياضة. لو انت علم علوم، ايه اللي بيتم؟ اول حاجه بتخش بالدرجه بتاعتك بتاعت ثانوي، مجموعك في ثانوي زائد درجه الاحياء، ودي بتفتح لك طريقين، يا اما تدخل بيولوجي يا اما تدخل جيولوجيا، وده بيكون في سنه اولى. طيب هندرس ايه في البدايه؟ اول ما بتدخل الكليه في سنه اولى بتدرس مواد جنرال. يعني بندرس ايه؟ يعني بندرس كيمياء وفيزياء وبعض، يعني مش رياضه تقيله بس بندرس بعض الرياضه، عشان بعد كده ممكن لو دخلت قسم رياضه لو انت حابب يعني. وبندرس كمان علم الحيوان، علم النبات. بناخد بس ايه ده، قشور كده من على الوش من كل حاجة فيهم عشان التخصص بعد كده. وده كله بيبقى في سنة أولى. بعد كده التقدير بتاعك أو الجي بي اي بتاعك في سنة أولى هو اللي بيتحكم أو هو اللي بيحدد أنت هتخش قسم ايه. طيب هنيجي للأقسام، نتكلم عن الأقسام. في بس خرافة كده، الناس تقول لك إيه انت كلية علوم، هي الناس مش فاهمة ان كلية علوم فيها اقسام كتير جدا وفيها شغل كتير جدا، بس على حسب انت قسم ايه. واحدة واحدة كده معايا. لو انت علم علوم، عندنا اقسام ايه؟ عندنا قسم كيمياء، كيمياء حيوي، ميكروبيولوجي، علم النبات، وعلم الحيوان. طب علم الحيوان ده بقى ايه؟ ده الناس اللي هتبقى كانت حابة تدخل طب وتدرس اناتومي وفسيولوجي وكل الكلام ده. يعني القسم ده بتاعك، بس هتدرس فيه ايه؟ هتدرس فيه بتوسع شويتين ثلاثة، انك هتخش كمان في الحيوانات بقى، تدرس التشريح والفسيولوجي وكل الكلام ده بالنسبة للحيوانات، بجانب انك هتاخد اجزاء من الانسان. فده بالنسبة لقسم حيوان. بعد كده بيكون عندك فيزياء وبايوفيزيكس. بيكون عندك جيولوجيا، طبعا لو انت دخلت جيولوجيا بيكون عندك جيوكيمياء وجيوفيزياء. كل الاقسام اللي انا كلمتك عليها دي اقسام منفردة. الاقسام دي برضو ممكن تبقى مزدوجة، ان انت تخش قسم مثلا زي كيمياء، كيمياء حيوي، كيمياء وميكروبيولوجي وهكذا. وطبعا ده انت بتدرس التخصصين مع بعض، بس بتبقى بنسب معينة، يعني ما تخافش انك هتدرس التخصص هيبقى تقيل يعني ولا حاجة، لا انت بتدرس بالنسبة ما بين ده وده. طيب ده بقى بالنسبة للأقسام العامة. طب في أقسام خاصة، ودي بتختلف على حسب الجامعة. زي إيه؟ بيكون عندك تقنية حيوية صناعية، جيولوجيا البترول والتعدين، الكيمياء التطبيقية الصناعية، وعلوم البيئة والفضاء، الرياضيات، ودعم اتخاذ القرار. طيب لو علم رياضة، بتدخل ايه؟ بتدخل علوم طبيعة. طب علوم طبيعة ده بقى متاح قدامه ايه؟ بقى متاح قدامه كيمياء وفيزياء، وكمان بقى متاح قدامه علوم الحاسب. علوم الحاسب ده بيبقى تقريبا شبه خريج حاسبات ومعلومات، او زي اللي دخل كلية حاسبات ومعلومات، بس طبعا بتحتاج تشتغل على نفسك عشان تقدر تواكب السوق يعني، وتنزل تدريبات وهكذا وانت في فترة الكلية. ومتاح لك كمان اقسام خاصه زي اللي احنا قلناها، اللي هو جيولوجيا، بترول وتعدين، رياضيات ودعم واتخاذ القرار، كيمياء التطبيقات الصناعيه. طيب بعد كده المستقبل ومجالات الشغل. ناس كتير قوي كانت بتقول لك ان كليه علوم ملهاش شغل وكل الكلام الغريب اللي احنا بنسمعه ده. عايز افهمك بس نقطه، كل الكلام ده خرافات. مفيش خريج من كليه علوم تلاقيه عاطل او قاعد في حته، الا لو الا لو هو اصلا ما بيطورش نفسه، خد الشهاده وقعد على كده ان هو كده خلاص. فبالتالي انت هتنافس مين؟ انت مش موجود في المنافسه اصلا. فده بس بالنسبه لفكره الشغل. طيب انا بيبقى متاح قدامي ايه؟ على سبيل المثال وليس الحصر، بيبقى عندك مثلا شغل التحاليل الطبيه، تحتاج دبلومه بعد ما بتخلص على حسب القسم بتاعك وتخش في التحاليل الطبيه. ممكن تشتغل في مراكز الابحاث لو انت غاوي البحث العلمي والكلام ده. تشتغل مراقبة جودة في المصانع وشركات الأدوية. ممكن تخش في السلك الأكاديمي، تتعين في الجامعة، أو إن أنت تشتغل في جامعات خاصة. ممكن تشتغل في التغذية العلاجية لو أنت حابب التغذية، ده لو أنت قسم كيمياء حيوي أو قسم مايكروبيولوجي. ممكن تشتغل في الطب الشرعي، ممكن تشتغل ميديكال ريب اللي هو انت مندوب ادويه، ده لو بس ده في حاله ان انت بتدور على فلوس سريعه او مكسب سريع. دلوقتي هنيجي لنقطه تانية، الكليه دي تنفع مين؟
تنفعك لو انت بتحب العلم فعلا او بتحب العلوم وداخل مش مضطر، هتفيدك. بتحب التجارب، بتحب تخش معمل وتطلع نتائج، عايز تطور من نفسك دايما، مش تعتمد بس على شهادة الكلية، مستعد انك تكمل دراسات تانية بعد ما تخلص فترة الكلية. نيجي بقى لجزء تاني، مين الكلية مش هتنفعك؟ لو انت داخل مجبر ومش بتحب المواد ولا انت حابب الكلية، فيعني بلاش تخشها، دور على نفسك على حاجة تانية يعني، عشان تكون اريح لك. يعني اللي عاوز يشتغل بسرعة بدون ما يتعب بعد الدراسة، يعني لو انت مثلا عايز تتخرج تشتغل على طول، فلا يعني مش هتشتغل افضل حاجة. انت محتاج بس شوية كده تظبط نفسك في كورسات عشان تلاقي نفسك وظيفة كويسة ومحترمة. طيب اللي مش هيطور من نفسه في كورسات ومهارات وكل الكلام ده في فترة الجامعة كمان، هي مش تنفعك. طيب الخلاصة بقى، خلاصة كده والنصيحة، الكلية مش كل حاجة، ومش هي اللي بتحدد مستقبلك، انت اللي بتحدده. فلو دخلت كلية علوم وحطيت خطة من أول سنة إنك تهتم بالتقدير بتاعك وتهتم وتبقى عارف إيه اللي أنت عاوز تعمله بعد كده، هتوصل لحاجة كبيرة. وفي الفيديو الجاي هقولك إزاي تختار القسم بتاعك في كلية علوم حسب شخصيتك وهدفك. لو مهتم ما تنساش تشترك وتفعل الجرس.